تخيل إنك بتدخل مكان مقفول من أكتر من 3000 سنة. تفتكر ممكن تلاقي إيه؟ المقابر الفرعونية مش بس ذهب وكنوز، دي كبسولات زمن فيها غرايب وعجايب بتخالف المنطق والعلم. طب إيه حكاية المقابر دي؟ اللي سمعناه من الحواديت وشفناه، وأشهر حاجة اتسمعت هي طبعا لعنة الفراعنة بعد فتح مقبرة توت عنخ آمون سنة 1922. ممول البعثة مات بعد شهور قليلة من لدغة بعوضة على خده. الغريب ما كانش بس موته، الغريب إن في اللحظة اللي مات فيها كل أنوار القاهرة اتطفت فجأة. طب دي ممكن نعتبرها صدفة مثلا ولا تحذير؟ اللي حصل ده حول الكشف الأثري لأسطورة حية. وتعالوا أحكي لكم عن شوية حاجات غريبة في المقابر الفرعونية. من أغرب الحاجات اللي اتلقت جوه المقابر هي أدلة على حياة وقفت فجأة. في مقابر العمال أو أشخاص عاديين اتلقت موائد عشاء متكاملة، عيش وعنب محطوطين على أطباق والأدوات لسه مرصوصة، كأن الناس قامت من على الأكل فجأة وما رجعتش تاني أبدا. مش موت طبيعي ولا جنازة منظمة، كأن في قوة خفية نادت عليهم فجأة وسابوا كل حاجة ومشي. وده يخلينا نحس إن زمانهم انتهى في لحظة مش مفهومة. طب نيجي للناحية العلمية. بعد فتح المقابر دي العلماء لقت كائنات حية جوه تابوت مقفول كويس قوي، وفي روايات كتير عن اكتشاف حشرات زي عسة أو خنفساء صغيرة جوه توابيت عمرها آلاف السنين. إزاي حشرة ضعيفة قدرت تفضل عايشة آلاف السنين في مكان ضلمة ومن غير هواء؟ علماء الأحياء لحد دلوقتي محتارين وبيعتبروه دليل على إن الطاقة جوه المقابر دي بتخضع لقوانين حفظ حياة مختلفة عن قوانين عالمنا. وتعالوا أقول لكم حكاية تانية، ودي حكايات من الحراس. كتير من اللي اشتغلوا في وادي الملوك في الليل حكوا عن موضوع غريب قوي. بيسمعوا أصوات كأن حد بيغني أو بيهمس بتيجي من جوه المقابر، وخصوصا في عز الليل لما الجو بيكون برد قوي. أكتر تفسير علمي بيقول إن الصوت ده بيحصل بسبب تمدد وانكماش الأحجار في المقبرة بسبب درجات الحرارة المختلفة، لكن الصوت نفسه كان بيتغير لدرجة إنهم كانوا بيقسموا إنه صوت أنين أو غناء غير بشري، بيوحي إن في كيانات لسه صاحية جوه المقبرة. أما العلم الحديث بتاع النهاردة اكتشف حاجة كمان غريبة جدا في المقابر. لما عملوا أبحاث على بقايا المومياوات، الأبحاث كشفت عن وجود آثار لأمراض وفيروسات كان المفروض إنها انتهت من زمان، زي مثلا السل أو حتى فيروسات شبه الجدري. ده خلى العلماء يحذروا إن المقابر دي مش بس بتخبي الأسرار، دي ممكن تكون مخزن لكائنات حية دقيقة ممكن تصحى وتسبب كوارث لو تعاملنا معاها بإهمال. المقابر الفرعونية مش مجرد متاحف، دي صناديق زمن مقفولة فيها كائنات حية، فيها لعنات، وفيها طاقة غريبة بتورينا إن القدماء المصريين لسه بيتحكموا في قواعد لعبتهم حتى من ورا الأبواب.